أباطيل وأبطال من وحي التاريخ، جملة اتكتبت تحت اسم مسلسل من المسلسلات الكبيرة والضخمة المقرر عرضها في رمضان 2024. مسلسل بدأ الترويج ليه من قبلها بسنة، من آخر يوم في رمضان 2023. ده اللي خلى الناس متحمسين جدا انهم يشوفوا المسلسل ده، يشوفوا بيحكي عن ايه وايه قصته. وهو مسلسل الحشاشين اللي بيتناول قصة طائفة وجماعة بنفس الاسم. بنرجع للقرن ال11 لقصة طائفة كانت رعبة العالم كله، القادة والشعب كبير والصغير، سياسيين ودينيين، العالم كله. وعشان أنا بحب القصص التاريخية والأعمال الفنية اللي بتتناول قصص حقيقية، مارست هوايتي المفضلة وهي البحث عن قصتهم الحقيقية، عن ازاي بدأوا ومين اللي بدأها وعملوا ايه وانتهت ازاي. كل الأسئلة دي أنا لقيت لها إجابات، وعشان كده حبيت أشاركها معاكم واخدكم في رحلة مختلفة لزمن الحشاشين للقرن ال11. حلقة جديدة من سيلفر توكس معايا رجينا أشرف. تعالوا نرجع مع بعض لورا قوي لسنة 148 هجريا اللي كانت بتوافق 765 ميلاديا، لوقت العركة الكبيرة اللي كانت بين الإمام السادس للحركة الشيعية هو الإمام جعفر الصادق، اللي كان مقرر إن الإمامة هتكون لابنه الكبير إسماعيل. ولكن اللي حصل إن ابنه ده توفى ولسه جعفر في الحكم، وحصل انقسام كبير بين يا ترى موسى الكاظم هو اللي هياخد الحكم أو الإمامة من بعده ولا محمد بن إسماعيل. وهنا حصل انقسام بين الشيعة في الإسماعيلية والاثنى عشرية. الإسماعيلية كان قائدها محمد بن إسماعيل، والاثنى عشرية كان قائدها موسى الكاظم. وهنا دي كانت تمهيد، أو أنا كنت بقول كل ده تمهيد عشان نوصل لحسن الصباح. حسن الصباح اللي فضل معتنق الاثنى عشرية لحد سن 17 سنة. وهنا كانت المفاجأة إن مؤسس فرقة الحشاشين اللي كانت بتدعو باستماتة للإسماعيلية هو كان في الأصل معتنق مذهب الاثنى عشرية. طب التحول ده حصل ازاي؟ هسمعكم جزء من البرومو وارجع اقول لكم حصل ازاي. مفيش موت، في طيران اسرع من البرق لروحك، من هنا للجنة، وانا صاحب مفتاح الجنة. انا حسن بن الصباح. اتولد حسن الصباح في أسرة مؤمنة بالمذهب الاثنى عشرية، ولكن بعدها انتقلت أسرته لمكان تاني. المكان ده كان مركز لنشر أو نشاطات الطائفة الإسماعيلية، وهناك اتعرف على داعي من الدعاة ودار بينهم جدل كبير. كل حد فيهم كان بيحاول يقنع التاني بالمذهب بتاعه، وده اللي كان سائد وقتها، انه كلهم بيقعدوا يتجادلوا وكل واحد فيهم يحاول يقنع التاني، لان اصلا بلاد فارس في الوقت ده كان فيها مذاهب متعددة وعقائد كتيرة جدا، فكل واحد كان بيقعد يقنع التاني بالمذهب بتاعه. ولكن الجدال دايما كان هنا بينتهي بانه حسن الصباح بيقعد يفكر بالليل في كلام الراجل الاسماعيلي ده، ويلاقي نفسه انه بدأ يقتنع. ويمكن ده اصلا اللي قاله له عميرة الراجل او الداعي اللي هو قبله، الداعي الاسماعيلي اللي هو قبله، لما قال له: عندما تخلو الى التأمل في سريرك اثناء الليل سوف تعرف ان ما اقوله لك مقنع. وفعلا كان مقنع جدا بالنسبه له. بعدها يقرا في الكتب الاسماعيليه كتير لحد ما قابل داعي ومعلم اسماعيلي تاني، قعد يعلمه ويديله دروس في تعليم الاسماعيليه لحد ما اقتنع جدا، وما كانش فاضل قدامه غير انه يقول يمين الولاء للخليفه الفاطمي. وده اللي خلاه يسافر مصر عشان يقدم يمين الولاء للخليفه، وده لان الدوله الفاطميه كانت بتدعو للمذهب الاسماعيلي في مصر. بعد ما ادى اليمين وسجل اسمه عند الخليفه، فضل في مصر 3 سنين، فضل ما بين القاهرة واسكندرية لحد ما اختلف مع أمير الجيوش بدر الدين الجمالي، واللي كان وزير الخليفة الفاطمي المستنصر بالله الثامن خلفاء الفاطميين في مصر. فطردوا لشمال أفريقيا، وبعدها اتجه لسوريا وبغداد، ورجع تاني لأصفهان في بلاد فارس اللي هي إيران دلوقتي، عشان يبتدي من هناك إنه ينشر دعوته الإسماعيلية بعد اقتناع تام. انا عايز الرعب يملى القلوب، وعايز كل اللي يعترض على دعوتنا يقتل بأبشع الطرق. وزي ما سمعتوا في الإعلان، هم كانوا بيتبعوا سياسة دموية جدا وبشعة في إن هم يوصلوا اللي هم عايزينه. سياسة عدائية كانت مختلفة عن كل الوسائل المتبعة في الفترة دي. كانت سياستهم قايمة على الاغتيال الانتقائي للشخصيات البارزة والمهمة في دول الأعداء،
بدل المعارك التقليدية اللي كانت بتؤدي انه عدد كبير من القتلى في الفرقتين بيتخانقوا، فطبيعي يكون في اصابات في الناحيتين. ولكن اللي بيحصل هنا ان هم بينتقوا الناس اللي هم هيقتلوهم في الزعماء وفي الناس المهمة في الدول المجاورة اللي كانت بتعاديهم. وتنفيذا لسياساتهم دي أسس حسن الصباح فرقة متكونة من أكتر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بالفدائيين. الفرق دي كانت متدربة بشكل احترافي جدا على فنون التنكر والفروسية والقتل، وكانت أكتر حاجة بتميزهم هو استعدادهم للموت في سبيل تحقيق هدفهم. وعشان كده هم كانوا بيدافعوا باستماتة عن الدعوة اللي هم بيدعوا ليها، وكانوا بيقدروا يندمجوا في جيش الخصم أو كمان في الفرقة الحاكمة عشان تساعدهم يوصلوا لأماكن استراتيجية تخليهم ينفذوا مهمتهم. وبالفعل خلال 35 سنة اللي عاشهم حسن الصباح نفذوا اغتيالات ضد الأعداء الدينيين والسياسيين للإسماعيلية، وكانت الهجمات دي بتشن غالبا في الأماكن العامة وسط كل الناس. عشان كده كل الناس كانت بتخاف منهم، مش بس الزعماء والقادة الكبار. وكان نادرا أصلا ما بينجو أفراد الفرقة دي بعد تنفيذ مهمتهم، وكانوا بيقال إنهم بيلجأوا في بعض الحالات إن هم ينتحروا عشان يتجنبوا إن هم يقعوا في إيد الأعداء. فرقة الحشاشين اللي أسسها حسن الصباح كان ليها 8 زعماء، وهو كان مؤسسها والزعيم الأولاني. وواضح جدا من الإعلان إن المسلسل هيكون بيحكي قصته بس. وعلى الرغم من إنهم كانوا منتشرين في المدن بشكل كبير جدا، لكن موقعهم الرئيسي ومركزهم كان في القلاع اللي بنوها فوق قمم جبال عالية جدا عشان تكون مؤمنة وصعب الوصول ليها، وتكون ملجأ آمن في مواجهة أي غزو. عشان كده حسن الصباح اتخذ قلعة ألموت مقر لحركة الحشاشين بعد ما دخلها وسيطر عليها، واللي كانت على قمة صخرة عالية جدا في قلب جبال البرج في بلاد فارس. كانوا بيبنوا في القلاع دي مخازن كبيرة عشان تخزن المية والأكل، علشان يبقوا قادرين على مواجهة أي حصار طويل. بس هما ليه أصلا اسمهم الحشاشين؟ والاسم ده جه منين؟ هقول لكم بس بعد ما نسمع حتة من برومو المسلسل. تخيل مؤمن واحد من قلعة ألموت بخنجر وإيمان، كفيل انه يهد دولة راسخة بقالها سنين عندها جيش ومال. تعددت الأقاويل وأسباب تسميتهم بالحشاشين. في اللي قال إنها في الأصل كلمة إنجليزية، كلمة assassins، وهي معناها قتلة أو اغتياليين، ودي اللي أطلقها عليهم الفرنسيين الصليبيين وقت ما كانوا بيغتالوا وبيقضوا على عدد كبير من ملوكهم وقادة جيوشهم. أما السبب التاني واللي تداوله بعض الناس برضو هو إنهم كانوا بيتناولوا مواد مخدرة قبل ما يعملوا هجماتهم وقبل ما ينفذوا خططهم. وآخر أسباب تسميتهم بالاسم ده هي إنهم كانوا معظم الوقت بيتغذوا على الحشائش، وده بسبب إن مدة الحصار عليهم كانت بتطول، فبيضطروا بعد ما الأكل بتاعهم يخلص والمؤن إنهم يعتمدوا بشكل كبير على العشب. تولى حسن الصباح الزعامة لمدة 35 سنة، وبعد ما مات جه زعيم ورا التاني ونفذوا اغتيال ورا التاني ورعبوا العالم يوم بعد يوم. وفضلت قلعة ألموت هي مركز دعوتهم لحد ما اقتحمها المغول بقيادة هولاكو وقضوا عليها في إيران سنة 1256 ميلادية. قصتهم طويلة ومراحل دعوتهم كتيرة، ومع كل زعيم بيكون في أحداث كتيرة جدا، ولكن دي كانت أبرز وأهم الحاجات اللي المفروض تعرفوها عشان تعرفوا تشوفوا المسلسل. ومع المسلسل ومع أحداثه هتكتشفوا أكتر عن الحشاشين وعن حسن الصباح. مسلسل هيكون من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، نيكولا معوض، ياسر علي ماهر، إسلام جمال، وعدد كبير من النجوم. وهيكون من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج دكتور بيتر ميمي. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة من سيلفر توكس. بتمنى أكون خدتكم في رحلة مختلفة للزمن الحشاشين والقرن ال11. كنت معاكم لجين أشرف، وأشوفكم الحلقة الجاية.